ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة والسمك الجميل واللون اللي احلى واحلى ده يا حبايبي؟ معايا هنعمل الكاتشب النهاردة بكل التركات عشان ولادنا بقى وحبايبنا لما بيطلبوا مننا الكاتشب وما بياكلوش اي حاجة غير بالكاتشب. يلا بينا نشوف انا عملت الكاتشب ده ازاي وبالمكونات ايه وبالنظافة اللي في البيت واللون الجميل والسمك الجميل ده ازاي. اهلا بيكم في قناتي وصفة شيماء، قناة بقدم فيها كل الوصفات فقط لا غير. يلا بينا نشوف الوصفة، بس قبل ما اقولكوا على المقادير ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ونقوله. المقادير بتاعتنا: كيلو طماطم. كيلو الطماطم هياخد معايا معلقتين نشا، معلقتين خل، معلقتين سكر، نص كوباية مية، معلقتين صلصة، ملح وفلفل اسمر. يبقى انا هنا المقادير معايا تاني: كيلو طماطم تكون حمرا وحلوة كده زي ما انتوا شايفين اهيت. كيلو طماطم تكون جامدة وحلوة، او طرية مفيش مشكلة بس ما تكونش فيها حاجة مش حلوة. طماطم حمرا وجميلة اهيت. كيلو الطماطم بياخد معلقتين خل، معلقتين سكر، معلقتين نشا، نص كوباية مية، معلقتين صلصة، ملح وفلفل أسمر، ولو عايزة تحطي شوية زعتر ده اختياري. هغسل الطماطم غسلة حلوة وهبتدي أقطع الطماطم مكعبات كده، أي تقطيع عشوائي مفيش أي مشكلة. وبعد كده هاخده بقى بعد ما قطعته بدون اي حاجة، دي طماطم مغسولة ومتخرطة فقط لا غير، ولا عليها مية ولا عليها اي حاجة. هاخد بقى الطماطم اللي انا قطعتها معاكو ديت، هحطها على النار لغاية لما تغلي وتستوى وتبقى بوريه كده وطرية جدا. هسيبها كده بقى على النار لغاية لما تستوي وتبقى بوريه زي ما انتوا شايفين كده اهيت. سبتها تبرد شوية. هجيب بقى الكبة او الخلاط اللي انت بتشتغلي فيه عادي، وهبتدي افرمها اهو كده. يبقى انا عطيتها سوا على النار لغايه لما استوت خالص، ما زودتهاش ميه ولا اي حاجه، هي نزلت ميتها منها فيها. وهبتدي افرمها في الكبه كده، انعمها تماما، عايزاها ناعمه خالص. وبعد كده بعد ما اضربها ضرب جامد هروح مصفياها في مصفى عشان عايزاها تبقى بوريه ناعمه جدا ما فيهاش اي تكتلات زي ملمس الكاتشب اللي بنجيبوه من بره. هصفيه كده في المصفى اهو. بنزل كل اللي في الغطا كده، فرمته فرمة حلوة كده. هصفيه بقى من البذور والقشور وكل ده علشان يبقى ناعم معايا وملمسه ناعم وحلو. هنزل كل اللي في الكبة كده، ما نسيبوش حاجة، خسارة الحاجة غالية وبتتعمل بصعوبة زي ما انتوا عارفين. اهو كده يا حبايبي، اهو ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكوا يا رب، اللهم امين. هبتدي اصفي كل الخليط اللي معايا ده. كيلو طماطم اهوت، او كيلو الا وحديتين اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هبتدي كده اصفيه كله لغاية لما يبقى معايا بوريه وناعم كده والمفهوش بذور ولا القشور بتاعته. يبقى انا هنا سويت الطماطم تسوية عادي خالص على النار من غير ولا نقطة مية. وبعد كده ضربتها في الخلاط او الكبة، وبعد كده صفيتها بالمصفى زي ما انتوا شايفين. بصوا طلعت لي البذور والقشور بتاعتها، انا مش محتاجاهم، هتخلص منهم. ويلا بينا كاتشب، تكملة الكاتشب بتاعنا. هحط كده الصلصة معايا او الطماطم اللي انا صفيتها، دي الطماطم اللي انا ضربتها وصفيتها معاكو. نزلتها كده في طاسة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي انزل عليها معلقتين السكر، معلقتين الخل، معلقتين رشة ملح ورشة فلفل اهو، معلقتين سكر عليهم، معلقتين الخل عليهم ملح وفلفل اسمر. وبعد كده هقلب لغاية لما يتجانسوا مع بعض. هحط معلقتين الخل بقى اهو كده زي ما انتوا شايفين. حطيت معلقتين السكر ورشيت ملح وفلفل اسمر على الطماطم، يبقى دي كانت طماطم ما عليهاش اي حاجة. ابتديت ازود معلقتين السكر وفلفل اسمر وملح ومعلقتين خل زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اديله غلوة كده حلوة مع بعضهم. وبعد كده هجيب نص كوباية مية عليهم معلقتين النشا اللي انا محضراهم معاكم، وهدوب النشا في المية. هدوب النشا في نص كوباية المية، وبعد كده انزل بيه على الخليط اللي قدامي ده، هديله غلوة واروح مطفية عليه. هنا انا نزلت الكاتشب، قصدي نزلت النشا بالمية، بس الكاميرا كانت فاصلة.
وهبتدي اضربه بالمضرب كده واديله تسوية النشا. لازم نسوي النشا جامد علشان ما يبقاش ني معايا في الكاتشب. يبقى انا بعد ما نزلت الملح والفلفل والخل والسكر، جبت نص كوباية مية دوبت فيها معلقتين النشا، ورحت نازلة بيهم على كمية الصوص وابتديت اقلب فيه بالمضرب كده لغاية لما النشا استوى وعطاني السمك بتاع الكاتشب اللي احنا عارفينه. وبعد كده فضيته في البول اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله لونه جميل احمر وجميل. وكمان نزلت بمعلقتين الصلصة، عشان في الاول كنت حاطة كيس صلصة، نزلت بمعلقتين الصلصة بعد النشا، بس الكاميرا كانت مقفولة. اعطاني احلى حبة صوص كاتشب جميل وطعمه حلو، والسمك بتاعه جميل مش تقيل ولا خفيف زي الصوص اللي بنجيبوه من بره بالظبط. شايفين السمك بتاعه ولونه حلو جميل بسبب معلقتين الصلصة اللي انا حطيتهم. يبقى انا بعد ما حطيت الخل والسكر والملح والفلفل، نزلت بمعلقتين الصلصة، ونزلت بنص كوباية المية ومعلقتين النشا، دوبتهم حلو ونزلت عليهم بالمية والنشا. هنا بقى نحفظه في التلاجة وناكل منه عادي.